في وسط الزحمة يا صديقي على ضفة النيل اللي هو نهر النيل بتاع مصر ده حاليا يا صديقي، هتلاقي هناك قطعة أثرية، مبنى مهيب، مبنى عظيم يشبه القصور من الخارج وإنما من الداخل به كنز حرفي. طب الكنز ده صديقي مش كنز حرفيا اللي هو ياقوت ومرجان وذهب والحاجات ديت، إنما الكنز اللي جوه المبنى ده كنز من الورق والحبر والتراث التاريخي المحمل بجميع الثقافات المختلفة من جميع أركان الدول العظمى والعربية. كان ده اللي بتحتفظ فيه مصر على جميع وثائقها وكتبها من أيام محمد علي باشا يا صديقي، من أيام محمد علي باشا إلى الآن يا صديقي. كل التراث ده والتاريخ والكتب وكل هذه المعلومات في مكان واحد، ألا وهو في هذا المكان، المكان الأقدم وأقدم مكتبة في الشرق الأوسط يا صديقي. فدعني أكمل وأقول لك على هذه المكتبة التاريخية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناتكم المفضلة مدارك أونلاين. النهاردة إن شاء الله في حلقة جديدة حول التاريخ في مكان تشيب له الأنظار، مكان مختلف تماما عن الأماكن التي تعلمها. متنساش طبعا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصل كل جديد وتصلي على النبي. ويلا بينا نكمل يا صديقي. خلينا نرجع بالزمن لسنة 1820، بالأخص يا صديقي في عصر محمد علي باشا. في عصر اللي كان محمد علي باشا عايز يسعى فيه للتقدم والرقي ببناء مصر الحديثة، كان بيتقدم ويبني دولة علمية حديثة من العلوم المختلفة. بدأ بجمع كتب من الأزهر من البعثات المختلفة ومن كل حتة يا صديقي، حتى إن هو قام بعمل غرفة صغيرة متواضعة في قلعة صلاح الدين، حيث إن هو عمل مكتبة فيها كتب من جميع المجالات في مختلف المجالات، وكتب من الأزهر زي ما قلت لحضرتك. بس الحلم كان أكبر من كده يا صديقي بكتير بكتير، بس الوقت ما كانش مساعد. بس خلينا نقفز قفزة زمنية أخرى يا صديقي ونذهب إلى عام 1870، بالأخص يا صديقي في عصر حفيد محمد علي الخديوي إسماعيل، حيث إن هو أمر بإنشاء زي نظام مكتبة، بس كانت بتسمى في الوقت ده بالكتبخانة الخديوية. الكتبخانة الخديوية، وده صديقي عملها في قصر أخيه الأمير مصطفى فاضل في مكان يا صديقي اسمه باب الخلق، ده في مصر حاليا. ويختار المكان ده إنه يكون بعد كده مركز للثقافات مختلفة في جميع الأماكن العامة يا صديقي. من كتب ابن سينا على نسخ القرآن الكريم من القرن الأول الهجري يا صديقي، يعني من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا كل الكتب دي كانت موجودة في مكان واحد وهي الكتبخانة الخديوية، إلى أن تحدث التحديث بعد ذلك ويتم بإنشاء مكتبة. ولكن كل هذا من ابن سينا حتى طباعة المصحف من القرن الأول الهجري، كل ده موجود في نفس المكان ده يا صديقي. طبعا قلنا فين؟ في الكتبخانة الخديوية. لك يا صديقي أفاجئك، عارف يعني إيه إنك تمسك رسالة أو بتشوف رسالة بخط العالم الكبير الرازي، أو رسالة مدونة من محمد علي لأحد أولاده؟ دار الكتب يا صديقي تحتوي على أكتر من 60,000 مخطوطة، 2 مليون كتاب من الكتب المختلف المجالات، وعشرات الآلاف من الوثائق المكتوبة بخط اليد، واللي بتحكي التاريخ يا صديقي والتحكم فيه طبعا والمحاكم والتعليم وكل المجامل ديت في مختلف المجالات من علوم وثقافات أخرى. مفاجأة أخرى يا صديقي، وأقول لك إن الدار ديت مش للرجال فقط أو مكان لتعلم الرجال فقط، وإنما أول أديبة مصرية في هذا الدار كانت ملك حفني ناصف. وديت يا صديقي أول أديبة مصرية تكون في هذا الدار، وهي من أول أمنيات أو من أول أمينات المكتبة في العالم، في العالم من العالم العربي. وخليني أقول لك عزيزي، دي كانت رسالة مهمة للعالم إن التعليم للجميع، التعليم للجميع في مجمل المجالات. أنا صديقي نقفز قفزة أخرى إلى القرن ال19، وخليني أفاجئك وأقول لك إن دار الكتب
ديت بدأت بطبع المصحف الشريف. المصحف الشريف بجودة عالية، كانت أول جهة في مصر تعمل كده، وكانت أنشأها طبعا المصحف المصري بدقة وبزخرفة مميزة وبالتشكيل الدقيق. كل ده يا صديقي موجود فين؟ في دار الكتب المصرية. وبدأ كده بعد كده يا صديقي المصحف ده ينتشر في العالم الإسلامي كله. معلومة يا صديقي، في الحربين العالميتين اللي هو الأولى والثانية، تعرض الدار ده يا صديقي أو كان مهدد إن يسرق منه هذه الأشياء أو تضيع أو تدمر. لكن الدار كان له رأي آخر، إن الدولة قامت إن هي بتخبي أو خبت هذه المخطوطات المهمة والكتب المهمة في أماكن سرية، زي ما عملت مين؟ زي ما فعلت أوروبا. فعلت أوروبا بحماية متاحفها في ذلك الوقت من الحروب، للحرب العالمية الأولى والثانية. زي ما هم حموا تراثهم وأماكنهم التاريخية، قمنا نحن أيضا بحماية تاريخنا وذكرياتنا التاريخية. في باب الخلق يا صديقي، باب الخلق ده هو المنطقة اللي فيها الدار، اللي هو كان فيها مين؟ اللي كان فيها القصر بتاع ابن أخ بتاع أخ مين؟ الخديوي، اللي هو الأمير مصطفى فاضل. والدار ده يا صديقي بها متحف صغير كده. المتحف الصغير ده بس قيمته تكاد تكون كبيرة. طب ليه يا صديقي؟ لأنه بيحتوي على أول جورنال اتعمل في مصر. الجورنال يا صديقي، الجورنال اتعمل في مصر، كان أول طبعة ليه في ذلك الدور. وطبعا أدوات مختلفة من جميع العصور الوسطى، وكتب علوم أخرى ونادرة زي كتاب الحيل الهندسية وكتاب الهيئة ونسخ طبية من العصور الوسطى. طب خليك أنا أقول لك يا صديقي، هل تعلم إن دار الكتب بتتبادل كنوزها مع مكتبات أخرى في العالم، زي مكتبة الكونغرس اللي في أمريكا، ومكتبة الفاتيكان، والمكتبة البريطانية في بريطانيا؟ أكيد تاني في تبادل ثقافات هنا يا صديقي. لازم تكون ملحوظ ولازم تاخد بالك منه. المعلومة السرية يا صديقي، زي المعلومة السرية اللي هقولك ديت، إن في مخطوطات سرية في قسم سري فيه المخططات النادرة والممنوعة من أي حد في المطلق يراها أو يطلع عليها إلا بعمليات خاصة وبقرارات مهمة ومتخذة بعد إجراءات مهمة. الحكاية مش بتقف هنا يا صديقي. خليني أقول لك إن المكان ده دخلوا عظمة، دخلوا عباقرة، زي الأديب الراحل طه حسين. طه حسين يا صديقي كان بيدخل بيجلس به بالساعات في هذه المكتبة. طبعا أنت في مكتبة بها آثار وبها كتب قيمة. وخليني أقول لك أيضا العقاد الشاعر الكبير عباس العقاد كان بيقعد فيه برضه بالساعات، وكان بيعمل منه كتب وأفكار هناك كتيرة يا صديقي. أصل أنت في المكان اللي بينبع منه الأفكار وينبع منه مخترعاتك ومخترعاتك يا صديقي المهمة. وخليني فجأة بقول لك الرئيس، مين الرئيس؟ الرئيس جمال عبد الناصر بذات نفسه قبل أن يعين رئيسا أو في بداية حكمه كان بيذهب إلى هناك. طب ليه يا صديقي؟ بيستفاد يا صديقي من خبرات الرؤساء والحكماء اللي كانوا قبله. وطبعا هناك وزراء وملوك قاموا بزيارة هذا المكان. المكان ده يا صديقي له تراث جميل جدا، بيحمل عملات معينة مثقت في عصور ما من الدول المختلفة، سواء المملوكية الفاطمية. وطبعا لو عايزين نتكلم عن كل دولة من هذه الدول في حلقة إلى وحدها، يعني ممكن تتكلم في الكومنتات الدولة اللي انت عايز نتكلم عنها ونتكلم عنها بالتفصيل. المكتبة دي يا صديقي ببساطة كده أطلق عليها ذاكرة الأمة، لما تحمله من معلومات وكتب وثائقية ومخطوطات مهمة جدا ونادرة، فأطلق عليها هذا اللقب ذاكرة الأمة. وهذا هو المعنى الحرفي لهذه المكتبة. الكتب يا صديقي مش مجرد مكان بتأتي إليه الناس بتزوره وبتعمر فيه وبتستفيد منه من كتبه ومن مخططاته. دار الكتب ده يا صديقي قلعة محصنة بتاريخها، بيحتحمل بداخلها معلومات وتراث قديم وعريق. ففيها تاريخ الأمة وفيها تاريخ الأمم وذاكرة الأمم، هي ذلك المكتبة. فيها حضارة، فيها أول جورنال يا صديقي، فيها أول حاجات تعمل وأول حاجات تبحث عنها كانت في هذه المكتبة. زي ما قلنا طبعا إن في رؤساء زروها، في أمراء زروها، في ملوك زروها.
فالمكان ده بيدل على أنه مكان ليس فقط على أنه مكان قديم ومهمش خارجيا، إلا أنه يحمل بداخله ذلك التراث الداخلي. المكتبة دي يا صديقي جواها أثر بيقول مصر ما بتموتش طول ما ذاكرتها موجودة حية لا تموت. وفي الختام يا صديقي، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعل زر الجرس وتقول لنا رأيك في هذه المعلومات ولو استفدت بالقليل. كنت معكم أحمد ابن الخياط، ولا تنسى تصلي على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.